يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بيكم في كلام فلسفة. أنا بتعالج في مستشفى 57 وبحبها عشان فيها لعب وفيها تلوين. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مش هبقى. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلاص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش. ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 28: إشكالية الكائنات المادية. The problem of material objects. This is the story of Stanley Ipkiss. Stanley, you are the nicest guy. Really, you are. His job is at the bank. You're 40 minutes late. Now, that's the same as stealing. He loves his dog. Come on, bro. Give him to me. Drop it. He's polite to his landlord. Kiss. But now, Hey, you! What are you doing down there? I'm just looking for my mask! all that is about to change. Because Stanley Ipkiss is not the man he used to be. Smokin'! تخيل إنك شخص خجول غير محظوظ بالمرة، بتشتغل محاسب بسيط في بنك. كل الناس بتسخر منك، مالكش أي أصدقاء غير زميلك في الشغل تشارلي والكلب بتاعك مايلو، في نفس الوقت اللي زعيم العصابة الشرير تايلر اللي بيدير مالها ليلي في نفس المدينة بيخطط إنه يسرق البنك اللي انت بتشتغل فيه. في يوم تايلر هيبعت صاحبته تينا المغنية في الملهى الليلي للبنك كعميلة عشان تدرس المكان والحراسة للخطة اللي بيرتبها لسرقة البنك. بزيارتها للبنك هتكون جذابة جدا، مش هتقدر تقاوم سحر جمالها. هي هتستغل انجذابك ليها وبراءتك علشان تدرس البنك وحراسته من الداخل. هتعزمك تيجي تزورها في الكازينو اللي بتشتغل فيه. صاحبك تشارلي هيشجعك تروح وتستغل الفرصة، لأن يبدو إنها معجبة بيك هي كمان. هتستعد بالليل وتلبس أحسن ما عندك وتاخد عربيتك الكحيانة اللي الميكانيكي بتاعك مغلبك ومش عاوز يصلحها لك وتروح على الكازينو. لكن منظرك البسيط وعربيتك القديمة هتخلي حراس الكازينو ما يدخلوكش. هترجع خايب الرجا. في طريقك للبيت العربية هتعطل على الكوبري فوق النهر. هتنزل تحاول تصلح العربية لكنك هتفشل كالعادة بعد ما تلعن حظك التعيس، والميكانيكي اللعين اللي ما صلحش العربية كويس هيتهيألك انك شفت في المية واحد بيغرق. هتنزل بسرعة تنقذه، لكنك هتكتشف انه مجرد قناع خشبي مرمي في المية. هتلعن غبائك اللي خلاك تتصور ان ده انسان. هتاخد القناع معاك وتروح البيت. في البيت القناع هيصير فضولك فهتجربه.
بمجرد انك تحط القناع على وشك هتحس بقوة غريبة بتقربه منك. في ثواني هتتحول لكائن اخضر في بدلة بيضة، جسمك ووشك كله اخضر. هتحس انك شخص مختلف، وكأن كل قواك الداخلية فجأة خرجت للنور. أصبح عندك قدرة غريبة على تغيير نفسك وعلى تغيير البيئة اللي حواليك بطريقة كرتونية عجيبة. ما بقاش في حدود بينك وبين المادة المحيطة بيك، بتقدر تتداخل معاها وتشكلها وتستغلها في أي شيء خيالك ممكن يصوره. هتخرج من شقتك، هينط من جيبك منبه بيجري ويتنطط وعامل دوشة. هتطلع من جيبك شاكوش عملاق وتدمر بيه المنبه قبل ما تصحى صاحبة البيت وتشوفك فتصرخ وتبدأ تضرب عليك النار. هتتحول لكورة وتنط في الهوا في سريالية عجيبة قبل ما تكسر الشباك وتنزل في الشارع. It's party time. P-A-R-T. Why? Because I gotta. هتطلع على البنك اللي انت بتشتغل فيه وتسرق كل الفلوس اللي في الخزنة في الوقت اللي عصابة تايلر كانت بتستعد للهجوم على البنك. هتخرج في عاصفة من البنك وتدمر الباب الرئيسي قبل ما صفارة الإنذار تعوي في كل مكان. هيشوفك أفراد العصابة وانت خارج من البنك، هيتجمدوا في مكانهم من الذهول قبل ما تهرب انت من المكان والبوليس يوصل وتدور معركة بالأسلحة ما بين البوليس وأفراد العصابة اللي ما سرقوش أي حاجة. قدام الكازينو هتقف العربية الفارهة اللي انت راكبها، حاجة ملهاش مثيل. هتنزل من العربية في قناعك الأخضر، هترمي الفلوس على الأرض، يترمى عليها كل الناس اللي كانت واقفة في الصف مستنية تدخل الكازينو. هتدخل بسهولة المرة دي، هتقعد تتفرج على العرض اللي بتقدمه تينا وانت عمال تحول وشك لأشكال كرتونية عجيبة بتعبر بيها عن رغبتك وإعجابك بيها. هتقوم ترقص مع تينا، بترقص ببراعة غير عادية وسرعة عجيبة، مش قادرة تجاريك في كل حركاتك. في اللحظة اللي هيوصل فيها أفراد العصابة للكازينو ويبلغوا تايلر باللي حصل، تايلر هيغضب ويسأل مين الشخص اللي في القناع الأخضر اللي عمل كده. في اللحظة اللي هيتعرف عليك فيها أحد أفراد العصابة وانت بترقص مع تينا، هينزلوا ويبدأوا يضربوا عليك رصاص، لكن جسمك مرن زي المطاط بتشكله في انسيابية عجيبة تتفادى بيها طلقات الرصاص. فجأة هتيجي فيك رصاصة ويتقطع جزء من البدلة بتاعتك ويتحول لجزء من بيجامة النوم اللي كنت لابسها قبل ما تلبس القناع في البيت. هتتظاهر انك مت وتخدع أفراد العصابة قبل ما تضربهم وتهرب من الكازينو ويوصل البوليس علشان يقبض عليهم. تاني يوم ضابط البوليس هيجي يزور شقتك بسبب البلاغ اللي قدمته صاحبة البيت عن الكائن الأخضر العجيب اللي هاجمها ليلة امبارح. وكمان عشان حادثة سرقة البنك، ضابط البوليس هيشك فيك لما هيشوف البيجامة اللي انت لابسها ناقصة نفس القطعة اللي لقوها مقطوعة في الكازينو. هتهرب من المكان قبل ما يقبضوا عليك، هتروح تزور عالم آثار متخصص في الأقنعة. هيقولك ان القناع صورة من لوكي إله الظلام في الأساطير الإسكندنافية القديمة. في الليلة دي هتلبس القناع وتتحول للكائن الأخضر العجيب مرة تانية. هتروح تقابل تينا في الجنينة اللي جنب البيت. البوليس هيهاجمك ويحاول يقبض عليك، لكنك هتهرب بعد ما تخدع البوليس بعرض غنائي مضحك. هتخلع القناع وتحكي لصحفية عن القصة بتاعتك بعد ما توعدك إنها هتساعدك، لكنها هتخدعك وتحكي لتايلر عن قصة القناع مقابل مبلغ كبير من الفلوس، وهتستدرجك لمكان هتتفق مع تايلر عليه اللي هيحاصرك وياخد القناع منك. تايلر بيلبس القناع ويتحول لوحش أخضر بشع الوجه. هتسلم تايلر الفلوس اللي سرقتها من البنك وهيرميك مع قناع أخضر مصطنع قدام اسم البوليس علشان يلبسك التهمة. تينا هتزورك في الحبس وهتقولك إنها كانت عارفة من البداية إنك أنت الكائن الأخضر.
هتطلب منها إنها تسيب المدينة لأن تايلور بيخطط لعمل إجرامي كبير. تايلور هيقبض عليها قبل ما تهرب من المدينة. مايلو الكلب بتاعك هيساعدك إنك تهرب من السجن وتروح الحفلة الكبيرة اللي عاملها تايلور وفيها كبار البلد. في الحفلة تينا هتقابلك وهتتفق معاك إنها تسرق القناع بالدلع والدلال على تايلور. هتهرب من تايلور، باقي أفراد العصابة هيهاجموا تينا اللي هتحدف القناع فهيقع على الأرض ويلبسوا الكلب الأخضر بتاعك مايلو اللي هيتحول في لحظة لكلب أخضر ضخم شرس محدش من أفراد العصابة هيقدر يقرب منه. هيوصل لك القناع فهتلبسه وتتحول للكائن الأخضر العجيب. بعد معركة شرسة بينك وبين أفراد العصابة هتبلع القنبلة اللي كان محضرها تايلور علشان يفجر المدينة بيها وتفجرها في بطنك اللي هتتمدد بكرتونية غريبة وترجع زي ما كنت. هتنقذ تينا وتقدم تايلور للعدالة، لكنكم هتقرروا تتخلصوا من القناع خوفا من ان القوة العجيبة اللي فيه تقع في ايد الشخص الغلط. هتروح انت وتينا وصاحبك تشارلي والكلب مايلو لنفس المكان على الكوبري اللي لقيت عنده القناع. تينا هتاخد القناع وترميه في المية وتحتفلوا بانتصاركم وتحرركم من سطوة القناع قبل ما تشوف تشارلي صاحبك بينط في المية علشان يجيب القناع لنفسه، لكنه كان متأخر لأن كلبك مايلو أخد القناع وبيعوم بيه للشاطئ علشان يبدأ مغامرة خضرة جديدة يحقق فيها أحلامه الدفينة. يا ترى إيه المقصود بالكائنات المادية؟ Concrete Material Objects. الكائن هو الشيء اللي له وجود زي ما اتكلمنا في حلقة عدم الوجود قبل كده. واحد من المفاهيم المشهورة لكلمة مادي Material إنه بيحتل مساحة مكانية وعنده نوع من الديمومة أو الاستمرار عبر الزمن. الفيلسوف الفرنسي الأشهر رينيه ديكارت في القرن ال17 عرف المادة Material Substance على إنها كل شيء له امتداد مكاني. النهاردة إحنا بنسمح لشيء إنه يندرج تحت تعريف المادة بالرغم من إنه بيفتقد للامتدادات المكانية Spatial Extensions، لكنه مجرد نقطة بدون امتداد، زي مثلا الإلكترونات Electrons والكواركس Quarks. علشان كده بنقول إن الأشياء المادية بتحتل مساحة مكانية Occupies Space بدل ما نقول إن ليها امتداد مكاني Spatially Extended زي ما ديكارت عرفها. أما بالنسبة لفكرة الاستمرارية عبر الزمن، في حلقات جاية من كلام فلسفة هنناقش تجارب عقلية فيها إمكانية تواجد شرائح من نفس الكائن المادي في لحظات زمنية متوازية، أو فكرة الأجزاء الزمنية Temporal Parts للأشياء اللي ملهاش امتدادات زمنية. ومن هنا من الأفضل على الأقل حاليا إننا نفترض إن الكائنات المادية لها مكان في الزمن أو تواجد زمني في لحظة ما، لكن مش بالضرورة الاستمرار أو الامتداد الزمني لأكتر من اللحظة دي. لكن بالإضافة للمعايير الزمكانية دي Spatio-Temporal Criteria، من الممكن إضافة خواص تانية بتحدد إيه اللي بيخلي شيء ما مادي. الفيزيائي والرياضي الإنجليزي الشهير إسحاق نيوتن آيزاك نيوتن عرف الكتلة ماس على إنها كمية المادة في الشيء The quantity of matter in an object. وبالتالي ده بيطرح فرضية تانية، وهي إن الشيء المادي لابد إنه يكون عنده كتلة غير صفرية. لكن في جزيئات أساسية قدمتها لنا الفيزياء الطبيعية زي الفوتون مثلا اللي ليها كتلة صفرية زيرو ماس. الواحد ممكن يفترض إن دي بتقدم أمثلة مضادة لفكرة إن الكائن المادي لابد إنه يكون عنده كتلة غير صفرية. ده صحيح. في الماضي العلماء اعتقدوا ان النيوترونات نيوترينوز صفرية الكتلة، لكن الفكرة دي اصبحت مرفوضة حاليا. على اي حال، علماء الفيزياء بيفرقوا ما بين الجزيئات المادية او اللي بتشكل كتلة ما في العالم المادي المحيط، والجزيئات اللي تتحكم في التفاعلات وبتعمل كحاملات قوة Force Carriers. يعني على سبيل المثال الفوتون حامل قوة لأنه هو الكائن اللي بيحمل الشحنات الإلكترومغناطيسية Electromagnetic Force، وبالتالي من الممكن إننا نتراجع عن النقد اللي بيقول إن في جزيئات كتلتها صفرية.
إذن خلينا نفترض إن الكائنات المادية هي الكائنات الموجودة في المكان والزمان، ومش بالضرورة ليها امتدادات مكانية أو زمانية وعندها كتلة. الفيلسوفة الأمريكية جيسيكا ويلسون جدلت إن الشروط الفيزيائية دي لابد إن يكون ليها دعم بديهي ميتافيزيقي metaphysical priori. بمعنى تاني، لو كائن ما مادي لابد إنه ما يكونش له خواص عقلية أساسية fundamental mental features، أو بصيغة تانية إن لو الكائن مادي وعنده خواص عقلية لابد إن الخواص دي يكون ليها تفسير أساسي بمصطلحات ومفاهيم فيزيائية. كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة metaphysicians النهاردة بيعتنقوا فلسفة واقعية realists، بيشوفوا فيها إن في وجود لكائنات مادية وجودها فيزيائي بحت، ما بيعتمدش بالمرة على وجود بشر بتفكر فيها. بمعنى تاني إن الكائنات دي مستقلة الوجود عن العقل mind independent. إذن الإشكالية إيه هي الكائنات المادية اللي ليها وجود؟ واحد من الأفكار اللي ليها قبول واسع هو إن في وجود للكائنات اللي بيحددها النموذج القياسي الفيزيائي المعاصر للجزيئات The Standard Model of Contemporary Particle Physics، اللي بيحتوي على الليبتونات leptons، اللي عبارة عن تصنيف من الكائنات بيشمل الإلكترونات electrons والنيوترونات neutrons والكوارك quarks. بعد كده في اختلاف كبير على إيه بالظبط اللي له وجود، بالتحديد بالإضافة للجزيئات اللي بيقدمها لنا النموذج القياسي، إن كان في وجود لأي كائنات تانية معقدة أو مركبة من الجزيئات الأساسية دي. كمان في اختلاف كبير إن كان فيه وجود لكائنات غير مادية immaterial objects زي مثلا الروح أو العقل. ارجع لحلقة إشكالية العقل والجسد وحلقة إشكالية الروح لو عاوز تعرف أكتر عن الكائنات الغير مادية. كتير من الفلاسفة بيعتقدوا إن في وجود لكائنات مادية مركبة بتتكون من كائنات مادية أبسط، لكن مش دي الرؤية الوحيدة اللي بنقابلها في فلسفة ما وراء الطبيعة. في جدليات تانية لرؤى أكثر إثارة، زي مثلا الرؤية الغريبة اللي بيدافع عنها الفيلسوف والميتافيزيقي الأمريكي المعاصر بيتر فان إنواجن، إن الكائنات المادية اللي ليها وجود حقيقي هي الجزيئات والكائنات الحية الأساسية. طبقا لإنواجن في وجود مادي للإلكترونات، الزهور، يمكن البشر أو حتى الحيوانات، لكن مفيش وجود للكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي، أو يمكن الكمبيوتر اللي قدامك، أو البيت اللي انت ساكن فيه. مش بس كده، احنا كمان هنشوف فلاسفة بيجادلوا ان مش بس الكراسي، البيوت، الجبال ملهاش وجود، لكن كمان البشر ملهاش وجود. زي ما الفيلسوف الامريكي المعاصر بيتر أنجر جادل في واحدة من اشهر اوراقه البحثية انا ماليش وجود I do not exist، اللي نشرها سنة 1979، وعادة ما بنصح كل المهتمين بفلسفة ما وراء الطبيعة بقرايتها. لكن قبل ما نناقش النظريات المثيرة دي، هنبدأ الأول بالتناقضات العجيبة في فكرة التكوين المادي. سفينة سيسس The Ship of Theseus. لو كنت متابع دائم لحلقات كلام فلسفة أكيد هتكون سمعت عن المعضلة الفلسفية دي قبل كده. ارجع لحلقة إشكالية استمرار الهوية عبر الزمن. القصة بتبدأ كالآتي: سيسس كان عنده سفينة خشب كبيرة بيبحر بيها من كريت لأثينا. بعد فترة من الزمن السفينة احتاجت بعض الإصلاحات. تدريجيا سيسس بدأ إصلاح السفينة باستبدال ألواح الخشب اللي بتقدم بألواح جديدة. مع مرور الوقت السفينة أصبحت ما بتحتويش على أي لوح خشب من الألواح الأصلية أو القديمة، لكن الألواح القديمة دي ما فقدتش تماما، لكنها استخدمت في بناء سفينة تانية صورة طبق الأصل من سفينة سيسس الأصلية. خلينا نسمي السفينة الأصلية سين 1، والسفينة بعد استبدال كل الألواح القديمة بألواح جديدة سين 2، بدون افتراض إن سين 2 هي نفسها سين 1. كمان خلينا نسمي السفينة اللي تم بنائها من الألواح القديمة سين 3. دلوقتي أصبحنا قدام معضلة سفينة سيسس. يا ترى سين 2 ولا سين 3 هي سفينة سيسس الأصلية سين 1؟ في الواقع إحنا قدام 4 اختيارات. الأول إن سين 1 متطابقة مع سين 2، لكن سين 2 غير متطابقة مع سين 3، أي إن السفينة اللي اتصلحت هي نفسها السفينة الأصلية. الاختيار الثاني إن سين 1 متطابقة مع سين 3، لكن سين 1 غير متطابقة مع سين 2، أي إن السفينة المكونة من الألواح القديمة متطابقة مع السفينة الأصلية فقط. الاختيار الثالث هو إن سين 1 متطابقة مع سين 2،
وكمان س واحد متطابقة مع س 3، أي إن السفينتين متطابقتين مع السفينة الأصلية. وأخيرا الاختيار الرابع إن س واحد غير متطابقة مع س 2 وكمان س واحد غير متطابقة مع س 3، أي إن ولا واحدة من السفينتين متطابقة مع السفينة الأصلية. قبل ما نناقش الاختيارات دي خلي بالك إن التساوي أو التطابق هنا بيعبر عن تطابق رقمي، بمعنى إن طالما قلنا إن الرمز الأول والتاني متساويين أو متطابقين رقميا، إذن الاتنين بيعبروا عن نفس الكائن. الفكرة دي اسمها الهوية الرقمية numerical identity، واللي بتختلف عن فكرة الهوية النوعية qualitative identity، اللي بتعبر عن تشابه نوعي في الخواص ما بين شيئين ليهم وجود مستقل. ارجع لحلقة إشكالية استمرار الهوية عبر الزمن لو عاوز تعرف أكتر عن الفرق بين الهوية الرقمية والهوية النوعية. في الاختيار الأول، السفينة اللي بدلنا ألواحها القديمة بالجديدة هي بس اللي متطابقة مع السفينة الأصلية. علشان أقرب لك الفكرة أكتر، تخيل أول لوح خشب قدم وتم استبداله في السفينة. في الحالة دي ممكن نسمي السفينة اللي فيها لوح خشب واحد بس مستبدل س واحد بشرطة السفينة دي هي نفسها س واحد، باستثناء إن فيها لوح واحد متغير. بالظبط زي لو كان عندك عربية، أكيد في وقت من الأوقات اضطريت إنك تغير عجلة أو جزء من العربية. في الحالة دي ما بتقولش إن بقى عندك عربية جديدة أو إن العربية بعد التصليح بقت مستقلة رقميا numerically distinct عن العربية القديمة، لكن على العكس بتقول إنها نفس العربية لكن فيها أجزاء جديدة. لو الفكرة دي صحيحة، إذن الواحد ممكن يتصور سلسلة من الحالات اللي السفينة كانت موجودة عليها، س واحد بشرطة، س واحد بشرطتين، س واحد ب3 شرط، إلى آخره. في كل مرحلة لوح خشب واحد جديد بيستبدل لحد ما هنوصل لس 2. السفينة هتفضل محافظة على هويتها عبر الزمن، س واحد متطابقة مع س واحد بشرطة، متطابقة مع س واحد بشرطتين، متطابقة مع س واحد ب3 شرط، إلى آخره، لحد ما نوصل إن إحنا نغير كل الألواح الخشب فتصبح س واحد متطابقة مع س 2. بما إن علاقة الهوية علاقة انتقالية transitive، بمعنى إن لو في س متطابق مع صاد وصاد متطابق مع عين، إذن س متطابق مع عين، لأن الهوية ليها خاصية الانتقال في حالة التطابق الرقمي. بالرغم من إن في منطق واضح في الجدلية دي، إلا إن في منطق في جدلية إن س واحد وس 3 مصنوعين من نفس ألواح الخشب ومش مجرد تطابق نوعي لأجزاء السفينة، لأن الأجزاء أو ألواح الخشب متطابقة رقميا. لو اعتنقنا مبدأ بيقول إن نفس الأجزاء بتكون نفس الشيء، إذن بنصبح مجبرين على قبول إن س واحد وس 3 متطابقتين. بما إن في منطق في اختيار إن س واحد متطابقة مع س 2، وكمان في منطق في اختيار إن س واحد متطابقة مع س 3، إذن يمكن الاختيار الثالث هيحل المشكلة، وهو إن س واحد متطابقة مع س 2 وكمان س واحد متطابقة مع س 3. في الحقيقة الاختيار ده هو الأصعب في القبول، زي ما أنت أكيد بتفكر دلوقتي، لأن زي ما قلنا من شوية التساوي أو التطابق الرقمي للهوية انتقالي، اللي هيقود لأن س 2 تصبح متطابقة مع س 3، بما إن س واحد متطابقة مع س 2 وس واحد متطابقة مع س 3. لكن إحنا عارفين كويس إن س 2 وس 3 مش متطابقتين بالمرة، لأنهم سفينتين مستقلتين مش سفينة واحدة. في الواقع في مبدأ ميتافيزيقي مهم مرتبط بالفكرة الأخيرة دي، وهو قانون ليبنز لو. الفيلسوف والرياضي الألماني ليبنز وضع قانون اختلاف خواص المتطابقات indiscernibility of identicals، اللي بيقول إن لو شيء ما عنده خاصية معينة بيفتقدها شيء آخر، إذن الشيئين دول غير متطابقين، لأنهم لو كانوا متطابقين كانوا هيتشاركوا في جميع الخواص، لأن نفس الشيء ما ينفعش يمتلك ويفتقد نفس الخاصية في نفس الوقت. بتطبيق قانون ليبنز على إشكالية سيسز، أكيد س 2 غير متطابقة مع س 3، لأنهم بيختلفوا في كتير من الخواص، سواء من ناحية المادة المكونة، المكان، إلى آخره. إذن بما إنهم مختلفين في الخواص discernible، ما ينفعش إنهم يكونوا متطابقتين، يبقى مش فاضل قدامنا غير الاختيار الرابع، وهو إن لا س 2 ولا س 3 متطابقتين مع السفينة الأصلية س 1. بدل من كده نقدر نقول إن س 2 وس 3 سفينتين جداد تماما استبدلنا بيهم السفينة الأصلية س 1.
بالرغم من إن ده قد يكون حل مناسب وأفضل بكتير من الحل الثالث، إلا إنه مازال حل مش مريح، لأنه بيجبرنا إننا نقول إن السفينة الأصلية س1 أصبحت عديمة الوجود. الإشكالية اللي أكبر من كده هو إن لو ما كانش في حد جمع أجزاء السفينة الأصلية القديمة س1 وبنى منها السفينة س3، كنا هنقبل فكرة إن س2 متطابقة مع س1، اللي معناه إن هوية س2 متوقفة على عملية بتحصل في مكان تاني مستقل عنها. أكيد عرفت دلوقتي ليه الفلاسفة بيسموها إشكالية. تمثال الصلصال The Statue and the Clay هي إشكالية فلسفية تانية هقدمها لك النهاردة عن الكائنات المادية. تخيل إن في نحات أخد كتلة من الصلصال، خلينا نسميها الكتلة، ونحت منها تمثال للمحارب الفلسطيني جالوت جلايس اللي ذكر في التوراة. خلينا نسمي الشيء ده جالوت. افرض إنه الظهر كان كتلة الصلصال بس هي اللي ليها وجود في الميدان، لكن على نص الليل النحات كان خلص شغله وتمثال جالوت كان بس هو اللي في الميدان. هل يا ترى المفروض نقول إن في وجود لشيئين في الميدان ولا شيء واحد؟ أنا عارف إن السؤال يبدو غريب شوية بالنسبة لك، خصوصاً إن الإجابة بديهية وهو إن في شيء واحد. ما تستعجلش، لأن لو ده صحيح إذن كتلة الصلصال متطابقة مع تمثال جالوت، وده مش صحيح طبقاً لقانون ليبنز زي ما شفنا قبل كده، لأن كتلة الصلصال ليها خواص بيفتقدها التمثال، وبالتالي نقدر نستنتج إن كتلة الصلصال غير متطابقة مع التمثال. لكن يا ترى إيه الخواص دي؟ بعضها زماني temporal. على سبيل المثال كتلة الصلصال عندها خاصية زمنية وهي التواجد وقت الظهيرة اللي بيفتقدها تمثال جالوت، أو إن التمثال تم البدء في نحته الساعة 8 المغرب، خاصية زمنية أكيد بتفتقدها كتلة الصلصال. كمان كتلة الصلصال وتمثال جالوت بيختلفوا في خواصهم الشرطية modal properties اللي بتعبر عن إيه اللي ممكن possible، إيه الضروري necessary بالنسبة للي هيحصل أو اللي ضروري يحصل للأشياء دي لو شروط معينة حصلت. يعني مثلا كتلة الصلصال عندها خاصية القدرة على النجاة بعد اللف والتشكيل والتفعيص. التمثال أكيد ما عندوش الخاصية دي، لأننا لو لفناه أو فعصناه هيفقد وجوده تماما ويصبح شيء تاني. كمان تمثال جالوت عنده خاصية إنه بالضرورة تمثال، أما كتلة الصلصال ما عندهاش خاصية بالضرورة إنها تمثال، لأن لها وجود حتى لو ما تمش نحتها كتمثال. لكن كمان كتلة الصلصال والتمثال بيتشاركوا في خواص كتير، منها إنهم في نفس المكان في الميدان، أو إنهم بيتكونوا من نفس الذرات، أو إنهم الاتنين على شكل تمثال جالوت. يبدو إن طبقا لقانون ليبنز إحنا مضطرين نقول إنهم شيئين مستقلين، إلا إن عند منتصف الليل يبدو إن في شيء واحد بس في منتصف الميدان هو تمثال جالوت. كمان لو فكرنا في هوية كتلة الصلصال والتمثال هنلاقي إنها بتقودنا لنفس النتيجة، وهي إنهم غير متطابقين. يعني مثلا كتلة الصلصال وقت الظهر خلينا نسميها كاف1 هي نفسها كتلة الصلصال وقت نص الليل كاف2، بفرض إن النحات استخدم كل الصلصال. وأكيد بعد كل النحت التشكيل التفعيص كتلة الصلصال مش هتفقد وجودها زي ما قلنا قبل كده، لكننا عارفين في نفس الوقت إن كاف1 غير متطابقة مع تمثال جالوت. في الواقع كائن تمثال جالوت ما كانش له وجود قبل نص الليل، لكن لو كاف1 متطابقة مع كاف2 وكاف1 غير متطابقة مع تمثال جالوت، إذن لابد إن كاف2 غير متطابقة مع تمثال جالوت، أي إن كتلة الصلصال في منتصف الليل غير متطابقة مع تمثال جالوت. الرؤية دي اسمها رؤية الشيء المزدوج The Two Object View، اللي دافع عنها الفيلسوف الأمريكي المعاصر ديفيد وينز في كتابه التشابه والمادة Sameness and Substance اللي نشره سنة 1980. وهي الرؤية اللي بتقول إن بشكل عام الأشياء المادية مستقلة عن المادة Matter اللي بتكونها. الفكرة دي احنا وضحناها بإشكالية تمثال الصلصال، إلا إنك ممكن تطبقها على أي كائن مادي تاني، زي مثلا الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي والخشب اللي اتعمل منه، أو جسمك والمادة العضوية اللي بتكونه إلى آخره. نظرية الشيء المزدوج غريبة وبتناقض مبدأ بديهي جدا، وهو إن من غير الممكن تواجد كائنين ماديين في نفس المكان في نفس الوقت.
طريقة الواحد ممكن يتجنب بيها نظرية الشيء المزدوج هو إننا نتخلى عن فكرة إن كتلة الصلصال وقت الظهر كاف واحد غير متطابقة مع تمثال جالوت. يعني مثلا ممكن نقول إن كتلة الصلصال وقت الظهر ما كانتش شكل التمثال، لكنها وما زالت هي نفسها التمثال. الرؤية دي غريبة زي رؤية الشيء المزدوج، لأن تبعياتها غريبة. لأن لو فرضنا صحة الادعاء ده، إيه اللي هيحصل لو كان النحات مثلا غير رأيه ونحت من نفس كتلة الصلصال زلعة بدل ما ينحت منها تمثال جالوت؟ بما إننا بدأنا بالادعاء إن كتلة الصلصال هي نفسها التمثال لكنها مش شكله، إذن لابد إن كتلة الصلصال هي نفسها الزلعة، وبالتالي التمثال هو نفسه الزلعة، لأن الهوية الرقمية انتقالية زي ما شفنا قبل كده. ومن هنا هتظهر إشكاليات كتيرة ملهاش عدد، وعلشان كده الفلاسفة بيسموها إشكالية. إشكالية الكثير The problem of the many. المعضلتين الفلسفيتين اللي قدمتهم لك من شوية عن طبيعة الكائنات المادية كانوا نتيجة لفكرة إن في تغير ممكن يطرأ على الشيء خلال فترة زمنية. سفينة أجزائها بتتآكل عبر السنين وبنضطر نغير أجزائها، أو كتلة من الصلصال بتتنحت وتتشكل على صورة تمثال خلال عدة ساعات. معضلة سفينة سيسيس بتحطنا قدام مبدأ مهم جدا، وهو الهوية الزمنية Diachronic Identity، اللي بيعبر عن فكرة الهوية عبر الزمن. أما معضلة تمثال الصلصال بتحطنا قدام مبدأ الهوية المتزامنة Synchronic Identity، اللي بيعبر عن هوية الشيء خلال لحظة من الزمن. الإشكالية اللي ركزت عليها المعضلات دي هي العلاقة بين الأشياء المادية العادية ومجموعة الجزيئات اللي ممكن تكون بتكون الأشياء دي، وعلشان كده بنطلق على الإشكالية دي إشكالية الكثير The problem of the many. الإشكالية دي قدمها لأول مرة الفيلسوف الأمريكي بيتر أنجر في ورقة بحثية بنفس الاسم سنة 1980. الإشكالية زي ما شفنا ممكن تطبيقها على أي شيء مادي ممكن نتصوره، لكن خلينا نركز على الإشكالية في حالة جسم الإنسان. فكر في جسمك للحظات. للوهلة الأولى يبدو إن من السهل عليك تحديد إيه اللي جزء من جسمك وإيه اللي مش جزء منه. بص على إيديك مثلا، سهل جدا على عينيك إنها تحدد الحدود الخارجية لإيدك، وبالتالي أصبح من السهل على عقلك إنه يحدد إيه اللي بيعتبر جزء من جسمك وإيه اللي بيعتبر جزء من البيئة المحيطة بيه. لكن دلوقتي تخيل إنك بتبص على جسمك من خلال ميكروسكوب مكبر. الصورة دلوقتي هتصبح مختلفة شوية. هتشوف الخلايا اللي بتكون جلدك مثلا. لو كبرت الصورة أكتر عن طريق ميكروسكوب مسح نفقي Scanning Tunneling Microscope هتشوف الذرات Atoms والجزيئات Molecules اللي بتكون الخلايا دي. عند المستوى ده من التكبير في الصورة الحدود ما بين جسمك والبيئة المحيطة هتبدو أقل وضوح، ولو كان تحت إيدينا ميكروسكوب معظم أكتر من كده هنقدر نشوف لحد الإلكترونات Electrons، البروتونات Protons، والنيوترونات Neutrons اللي بتكون الذرات دي، ويمكن حتى المستوى الكوارك اللي بتكون البروتونات والنيوترونات دي. لكن مش دي مشكلتنا دلوقتي. خلينا نقول إن عند مستوى التكبير اللي نقدر نشوف فيه الذرات هنلاقي عدد محدود من الذرات اللي بيتكون منها جسمك. خلينا نقول إن العدد ده مثلا س من الذرات. دلوقتي خلينا نقول إن س من الذرات مترتبة بطريقة معينة علشان تشكل جسمك البشري. أنجر بيوضح إن في مجموعات تانية من الذرات مختلفة اختلاف طفيف عن س، لكنها قادرة على تكوين جسمك البشري، والمجموعات دي متواجدة تقريبا في نفس المكان اللي فيه س. يعني مثلا تصور مجموعة تانية من الذرات فيها نفس عدد الذرات اللي في المجموعة س ناقص ذرة كربون واحدة على طرف صباعك الصغير. خلينا مثلا نسميها س-1. في النهاية المجموعة س-1 قادرة على تكوين جسمك، لأننا ممكن نتخيل لحظة ما ذرة الكربون دي ما كانتش أبدا جزء من جسمك. بنفس الطريقة دي ممكن كمان نتخيل وجود مجموعة تانية خلينا نسميها س-2 فيها نفس عدد الذرات اللي في س-1 ما عدا ذرة هيدروجين مثلا كانت موجودة على حدود ودنك. تاني يبدو ان س-2 فيها كل شيء ممكن نحتاجه علشان نكون جسمك البشري. النقطة اللي عاوز يوصلها لك أنجر إن في عدد من مجموعات الذرات اللي موجودة في نفس المكان اللي موجود فيه جسمك دلوقتي، ويبدو إن مجموعات الذرات دي كلها ليها نفس الفرصة في ادعاء إنها تقدر تكون جسمك البشري.
وبالتالي يبدو إننا مضطرين إننا نقول في اللحظة دي في نفس المكان اللي انت قاعد فيه في عدد من الأجسام البشرية اللي تبدو صورة طبق الأصل منك. لكن طبقا لقانون ليبنز ما نقدرش نقول إنهم متطابقين معاك لأنهم مختلفين اختلافات طفيفة. الإشكالية دي ممكن تطبيقها بسهولة على أي كائن مادي مركب بنتعامل معاه في حياتنا اليومية. زي ما في أكتر من جسم بشري في نفس المكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي، في أكتر من كرسي في المكان اللي تحتك، وأكتر من تليفون في المكان اللي في جيبك، وأكتر من ترابيزة في المكان اللي قدامك إلى آخره. الحل اللي بيقدمه أنجر للمشكلة دي هو إنه ينكر إن في وجود لأي كائنات مادية مركبة complex material objects بالمرة. لو في مجموعة من الذرات عندها اللي يخليها مجتمعة إنها تكون جسم بشري أو كرسي، إذن بالتالي هيكون في مجموعات تانية كتير عندها نفس الخاصية دي. ومن هنا أنجر اقترح إن لابد إننا نرفض الالتزام الوجودي ontological commitment للأشياء اللي إحنا متعودين عليها زي جسمنا البشري أو الترابيزة، الكرسي إلى آخره. لو الشيء الواحد خلاك تعتقد في وجود العديد، إذن يمكن ما كانش في داعي في الاعتقاد في وجود الشيء الواحد من الأساس. لكن مش جايز يكون في طريقة نقدر نفرق بيها واحدة من مجموعات الذرات اللي بتكون جسمك كمجموعة خاصة فعلا هي اللي بتكون جسمك البشري؟ طريقة ممكن نجادل بيها هو إن كل مجموعات الذرات دي س ناقص 1 س ناقص 2 إلى آخره، في واحدة منهم بتعتبر المجموعة الأكبر اللي هي في الحالة دي من المجموعة س. المجموعة دي بتحتوي على كل ذرات جسمك وعلى كل الذرات اللي في كل المجموعات التانية، وبالتالي ممكن نقول إن س هي بس اللي بتكون جسمك، وس ناقص 1 س ناقص 2 ما بيكونوش جسمك، لأنهم مجرد جزء من المفهوم الأكبر لجسمك اللي هو المجموعة الأكبر من الذرات اللي بتشكله. الفكرة دي بيطلق عليها الفيلسوف الأمريكي المعاصر تيودور سيدر الخاصية القصوى Maximal Property في كتابه الأبعاد الرباعية، علم وجود الديمومة عبر الزمن For Dimensionalism An Ontology of Persistence and Time اللي نشره سنة 2001، واللي قصد بيها إن خاصية ما بتعتبر قصوى لو مفيش أجزاء كبيرة من الخاصية دي بيعتبروا خواص في نفسهم. بمعنى تاني، مجموعات الأشياء عادة ما بتعبر عن خواص قصوى اللي فيها خاصية ما خلينا نسميها صاد، بتعتبر قصوى لو مفيش أجزاء كبرى من كاف بتعتبر هي كمان كاف. يعني مثلا جزء كبير من البيت زي الشباك ما بيعتبرش نفسه بيت، أو جزء كبير من القطة الديل مثلا ما بيعتبرش نفسه قط، وهكذا. وإلا هيكون في عندك عدد لا نهائي من البيوت المتداخلة في تكوين كل بيت، وعدد لا نهائي من القطط المتداخلة في تكوين كل قطة. وبالشكل ده الواحد ممكن يتجنب مشكلة الكثير عن طريق اللجوء لفكرة الخواص القصوى. المشكلة في الحل ده إننا بدل ما نفكر في مجموعات الذرات اللي بتشكل جسمك س ومجموعات الذرات اللي أقل منها بذرة أو 2 زي س ناقص 1 وس ناقص 2، إحنا ممكن نفكر في مجموعات الذرات اللي بتكون جسمك س وذرة أو ذرتين زيادة من البيئة المحيطة كجزء من المجموعات دي. الفيلسوف الأمريكي ديفيد لاوس ركز في مقال نشره سنة 1993 بعنوان كتير لكن تقريبا واحد Many but almost one على إشكالية الكثير من خلال إضافة ذرات بدل من طرح ذرات من مجموعة الذرات اللي بدأنا بيها. بنفس الطريقة اللي كونا بيها مجموعات زي س ناقص 1 وس ناقص 2 هنكون مجموعة س زائد 1 اللي بتتكون من كل الذرات اللي في س زائد نقطة عرق لسه بتتكون على جلدك، وكمان مجموعة س زائد 2 فيها كل ذرات المجموعات س بالإضافة لذرة كانت جزء من أكل أنت أكلته ولسه جسمك بادئ يهضمها. أنجر في الحالة دي مضطر إنه يقول إن س زائد 1 وس زائد 2 كمان بيشكلوا جسمك، وفي الحالة دي اللجوء لحيلة الخاصية القصوى مش هيحل المشكلة، لأننا مش هنقدر نحدد مين المجموعة القصوى في الحالة دي، هل هي س زائد 1 ولا س زائد 2؟ س جزء من س زائد 1 وس 1 جزء من س زائد 2، لكن يا ترى فين الشيء اللي بيصنع جسمك البشري؟ يبدو إن مفيش طريقة نحدد بيها لحد دلوقتي. سؤال التكوين الخاص The Special Composition Question
يا ترى ايه هي الشروط المطلوبة والكافية مجتمعة علشان اي جزء س يصبح مكون اساسي لاشياء اخرى مكونة من الجزء س؟ خلينا اضرب لك مثال عشان تفهم المقصود من السؤال بشكل اوضح. في المكتب اللي انا قاعد بشتغل منه دلوقتي في كرسي. الكرسي ده مكون من اجزاء زي رجلين الكرسي الاربعة، ظهر الكرسي اللي فيه بعض الحشو، قعدة الكرسي اللي هي كمان فيها بعض الحشو. الأجزاء المختلفة للكرسي بتكون كائن الكرسي. على العكس من التركيب الخاص للكرسي، قدامي على المكتب دلوقتي في كوباية قهوة، كمبيوتر، وتليفون. الأشياء المادية دي مجتمعة، ما بتكونش شيء مادي تاني، بالرغم من إنها محطوطة جنب بعض زيها زي الأشياء اللي بتكون الكرسي. يا ترى إيه اللي بيميز رجلين الكرسي، ظهره، والقعدة عن كوباية القهوة، الكمبيوتر، والتليفون؟ يبدو وكأن الأشياء دي بتتجمع مع بعضها في تركيب خاص وتكون وحدة واحدة أو كائن مركب composite object بنقول عليه الكرسي. لكن كوباية القهوة، الكمبيوتر، والتليفون فرادة plurality وما بيكونوش كائن مركب. إذن السؤال إمتى الوحدة المركبة بتظهر من الفردية؟ لو لسه السؤال مش واضح بالنسبة لك، تخيل البيت اللي انت ساكن فيه دلوقتي. البيت كائن أو وحدة مركبة من كائن تاني هو وحدة الطوب. وحدات الطوب الفردية دي بطريقة ما كونت شيء أو كائن جديد هو البيت ده. على العكس، لو تخيلت إن في كوم من الطوب مرمي بره البيت اللي انت ساكن فيه دلوقتي، نفس وحدات الطوب دي ما كونتش وحدة جديدة. يا ترى بأي طريقة وحدات الطوب دي بتكون مختلفة علشان واحدة منهم تكون بيت وواحدة تانية ما تكونش؟ بالرغم من ان السؤال ده قد يبدو بسيط وبديهي بالنسبة لك، الا انه معقد جدا لو اعتبرت كل النواحي الميتافيزيقية اللي ممكن تحتمل الاجابة عليها. السؤال: متى تصدر الوحدة unity عن الفردية plurality؟ لحد دلوقتي في كل الامثلة اللي تعرضنا ليها افترضنا فيها فرضية وكملنا عليها استنتاجاتنا. الفرضية دي كانت محل الجدل والخلاف بين فلاسفة ما وراء الطبيعة في السنوات الأخيرة. احنا افترضنا ان الجزيئات المفردة particles، اللي هي الجزيئات اللي الفيزياء الطبيعية بتكتشفها وتحددها لينا زي الالكترونات، الكوارك الى اخره، بتتجمع وتندمج مع بعضها في بعض الاحيان علشان تكون لنا مجموعة من الذرات اللي بتكون لنا كتلة من الصلصال او كتلة من المادة العضوية. احنا اختبرنا فكرة ان كانت مجموعة من الذرات بتكون سفينة او جسمك الشخصي، لكن فلاسفة ما وراء الطبيعة في الواقع النهاردة بيجادلوا إن كانت مجموعة الذرات في الحالة اللي بتكون فيها متجمعة مع بعضها ليها وجود من الأساس، أو زي ما الفيلسوف الأمريكي المعاصر بيتر فان إنواجن جادل في كتابه كائنات مادية Material Beings اللي نشره سنة 1990 إن من الجايز إن الجزيئات دي ما بتتجمعش مع بعض من الأساس علشان تكون كائن مركب، أو يمكن أحيانا بيتجمعوا مع بعض لكن مش دايما. صحيح في وجود للجزيئات، لكن يمكن مفيش وجود لمجموعات من الجزيئات دي مع بعض. السؤال اللي حاول يجاوب عليه إنواجن في كتابه: تحت أي ظروف مجموعة من الأشياء دي بتتجمع علشان تكون شيء تاني؟ وأطلق على الإشكالية دي سؤال التكوين الخاص The Special Composition Question علشان يفرقوا عن سؤال التكوين العام The General Composition Question اللي بيسأل عن طبيعة التكوين نفسه كعلاقة. سؤال التكوين العام موضوع كبير ومعقد جدا، هنرجع نتكلم عنه في سلسلة مستقبلية من كلام فلسفة. على أي حال، في كل المعضلات والإشكاليات الفلسفية اللي قدمتها لك لحد دلوقتي، دايما افترضنا إن التكوين composition بيحصل في بعض الوقت. يعني مثلا في إشكالية سفينة سيسس احنا افترضنا إن كان في مجموعة من ألواح الخشب اللي لما حطيناها مع بعض كونت سفينة. أو في مثال تمثال الصلصال افترضنا إن كتلة الصلصال عند منتصف الليل تم نحتها علشان تكون تمثال. حتى في إشكالية الكثير The Problem of the Many افترضنا إن التكوين بيحصل لما افترضنا إن في تكوين بيحصل ما بين مجموعة من الذرات زي ما شفنا. لكن افتراض إن في مجموعة من الذرات معناه إن الذرات دي متجمعة كونت شيء ما. لكن اللي إنواجن عاوزنا نشوفه هو إن يمكن مفيش أساسا وجود لمجموعة الذرات متجمعة. يمكن الذرات موجودة وبس، لكن عمرها ما بتتجمع مع بعضها علشان تكون شيء تاني مصنوع من الذرات دي.
أو حاصل جمع الأجزاء Mereological sum، أو دمجها fusion مع بعضها. علشان إنواجن يقدر يوضح فكرته عن طريق لغة المنطق الخالية من الغموض، اضطر إنه يقدم أداة جديدة للتعبير عن الجمع الكمي Plural Quantification، لأن المعاملات الكمية في لغة المنطق من الدرجة الأولى First Order Logic ما عندهاش القدرة على التفريق اللي عاوزين نوضحه. يعني تخيل الجملة دي على سبيل المثال: الإلكترونات موجودة. لو ترجمناها للغة المنطق من الدرجة الأولى هنكتبها بالشكل ده: يوجد سين حيث كل سين هو الإلكترونات، وبالتالي ده بيلزمنا وجوديا بوجود الإلكترونات. ومن هنا أصبحنا ملزمين بفكرة إن التكوين composition بيحصل. بدل من كده إحنا محتاجين طريقة نقدر نتكلم بيها عن الإلكترونات بشكل جمعي من غير ما نفترض إن في أي شيء واحد ممكن نطلق عليه الإلكترونات. إنواجن هيقترح استخدام محدد الكمية EXS، اللي معناه إنه يوجد بعض من XS، وبالشكل ده نقدر نعبر عن مجموعة الإلكترونات من غير ما نلتزم وجوديا بوجود شيء واحد بيعبر عن مجموعة الإلكترونات، لأن إضافة معامل بعض أضاف فكرة الجمع الكمي للجملة، وبالتالي أصبحت الجملة يوجد بعض من سين حيث سين إلكترون. وبالشكل ده سؤال التكوين الخاص من الممكن كتابته بلغة المنطق من الدرجة الأولى كالآتي: لأي بعض من سين متى يكون من الصحيح أن يوجد صاد حيث بعض من سين يكون صاد. For any XS, when is it true that Y exists where XS compose Y؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال الصعب ده لابد إننا نقول إيه المطلوب من أي كائن أو شيء علشان يكون عنده القدرة على تكوين كائن آخر. بعض فلاسفة ما وراء الطبيعة بيعتقدوا إن في نوع من الكائنات أو الأشياء اللي ممكن نطلق عليها الكائنات البسيطة symbols، أو أحيانا بيطلقوا عليها وحدات البناء meteorological atoms، واللي بيعرفوها على إنها كائنات أو أشياء بدون أجزاء proper parts. الجزء المكون هو اللي بيكون نفسه، لكنه هو نفسه ما بيتكونش من أي أجزاء تانية. الإجابة على سؤال التكوين الخاص هتخلينا نفهم إيه المطلوب من أي شيء علشان يكون شيء تاني، سواء كان الشيء الآخر ده وحدات بناء Mereological symbols أو وحدات مركبة Mereologically complex. الإجابات المطروحة على سؤال التكوين الخاص مقسمة ما بين إجابات معتدلة بتشوف إن من الممكن في لحظات معينة من الوقت بعض الأشياء ممكن تتجمع مع بعضها علشان تكون شيء تاني جديد، لكنها في نفس الوقت بتقر إن العملية دي ما بتحصلش طول الوقت. وإجابات متطرفة بتشوف إما إن التكوين بيحصل طوال الوقت لأي مجموعة من الأشياء، أو إن مفيش تكوين بيحصل بالمرة وإن كل كائن أو شيء مكون بنفسه. خليني أخدك في رحلة فكرية ممتعة ما بين النظريات المختلفة للإجابة على سؤال التكوين الخاص اللي بتشكل جزء مهم من جدليات علم الوجود وفلسفة ما وراء الطبيعة في الوقت الحالي. النظريات المعتدلة المطروحة كإجابة على سؤال التكوين الخاص بتجادل إن عملية التكوين بتحصل بعض من الوقت. الإجابة دي هتكون مناسبة جدا للي حابب إنه يكون في فلسفة ما وراء طبيعة وعلم وجود بيفسر الكائنات المادية بشكل متسق على قدر المستطاع مع معتقداتنا قبل النظرية عن إمتى التكوين بيحصل. يعني مثلا فكر في كل الأشياء المادية المختلفة في الحجم، الشكل، التعقيد الموجودة هنا على كوكب الأرض. بشكل بديهي قبل ما نفكر في الميتافيزياء الخاصة بيها هنفكر الأول في الأشياء دي بتتجمع مع بعض علشان تكون أشياء تانية أكثر تعقيد منها، في حين إن في بعض الأشياء الأخرى ما عندهاش القدرة دي. مثلا قوالب الطوب المرصوصة فوق بعضها بنظام عشان تكون البيت اللي انت قاعد فيه دلوقتي اتجمعت مع بعضها علشان تكون شيء ما. على الجانب الآخر البراغيث الموجودة على ظهر أي كلب ضال في الشارع ما بتتجمعش مع بعضها علشان تكون أي شيء. مفيش أي شيء ممكن نفكر في وجوده ممكن يكون حاصل تجمع البراغيث دي مع بعضها. بس لو حابين ممكن نطلق اسم على كتلة البراغيث اللي فوق جسم الكلب الضال ونقول برغو كلب، ونعتبر البرغو كلب كائن جديد. لكن دي هتكون مجرد لعبة بنلعبها باللغة،
الأشياء والكائنات المفروض إن يكون ليها وجود موضوعي objective، ولو مفيش وجود لكائن البرغو كلب إذن اختراع الاسم مش هيغير من الحقيقة أو الواقع في شيء. إذن النظرية الموضوعية المعتدلة اللي عاوزين نوصل لها للإجابة على سؤال التكوين الخاص المفروض إنها توصلنا لأن في كائن البيت اللي انت ساكن فيه لكن مفيش وجود لكائن البرغو كلب. النظرية الأولى المعتدلة المطروحة هي نظرية الاتصال contact، اللي بتقول يوجد بعض من الكائن س والكائن ص بحيث بعض من الكائن س يكون ص فقط إذا كان بعض س في حالة الاتصال. الفكرة إن لو عندك مجموعة من الأشياء علشان تقدر إنها تكون شيء تاني لابد إننا نحطهم جنب بعض في حالة تلامس أو اتصال. يعني لو فاكر من أيام الطفولة المكعبات ليجو اللي كنت بتلعب بيها، أول لما كنت بتشتريها كانت بتكون وحدات مفردة مستقلة بذاتها، لكن بمجرد إنك تبدأ توصلها ببعض بالشكل المناسب أو المشروح في التعليمات بتكون منها وحدة جديدة، يمكن قلعة أو بيت أو عربية. إذن الاتصال كان أساسي في الحالة دي علشان وحدات المكعبات المفردة تكون كائن جديد مركب، طالما إن الاتصال بيتم بشكل صحيح. الجذاب في النظرية دي إنها على الأقل هتقدر تحل الإشكالية الموجودة في الحالات الظاهرة أو البسيطة، زي مثلا البيت اللي انت ساكن فيه، أو حتى البراغيث اللي على ظهر الكلب في الشارع. على الأقل الواحد يقدر يجادل إن الطوب اللي بيكون البيت في حالة تلامس، إنما البراغيث لأ. لكن مش هنستعجل في قبول الفكرة دي، لأن بالرغم من إن الاتصال أو التلامس بيحصل في بعض حالات التكوين إلا إنه ما بيحصلش في بعض الحالات التانية. يعني مثلا الكواكب التسعة مجتمعة بتكون النظام الشمسي Solar System اللي احنا جزء منه، لكن ما هماش في حالة اتصال أو تلامس مع بعض، على العكس دول مفصولين عن بعض بمسافات كبيرة. القلم لو حطيته على الترابيزة اللي قدامك دلوقتي مش هيكون كائن جديد مركب كائن قلم الترابيزة. يعني في مثال البيت اللي اتكلمنا عنه من شوية مش كفاية انك تحط الطوب جنب بعضه وتخليه في حالة اتصال علشان الطوب ده يكون وحدة البيت المركبة. وطبعا زي ما انواجن هيلفت نظرنا اننا لو قبلنا اي حالات تكوين بنستخدم فيها الكائنات كبيرة الحجم لابد اننا الاول نفكر في الحالات اللي بتدخل فيها الكائنات دقيقة الحجم، زي الجزيئات اللي بتعرفنا عليها الفيزياء الطبيعية بتتجمع مع بعضها علشان تكون لنا كائنات تانية زي الذرات. لكن مفيش اي سبب منطقي عندنا للاعتقاد ان الجزيئات الاساسية زي الالكترونات والكوارك بتكون كائنات اكبر منها زي الذرات مثلا عن طريق التلامس مع بعض. على سبيل المثال ذرة الهيدروجين هيدروجين بتتكون من إلكترون واحد وبروتون واحد، لكن الإلكترون والبروتون دول مش في حالة اتصال أو تلامس. ده مش بس مفيش بينهم اتصال، لكن المسافة ما بينهم كبيرة جدا بالنسبة لحجمهم. يعني لو كبرنا البروتون لحجم الشمس الإلكترون اللي بيدور حواليه هيكون على مسافة أبعد من مسافة الأرض من الشمس. انواجن كمان هيلفت نظرنا لأن في حالات كتير بيحصل فيها تلامس أو اتصال ما بين الكائنات والأشياء لكن التكوين ما بيحصلش. مثلا لما بتقابل صاحبك وتسلم عليه أو تاخده بالحضن بالتأكيد أجسامكم بتكون في حالة تلامس، لكن وقتها مفيش أي سبب للاعتقاد عند أي إنسان عاقل إن في كائن جديد اتكون وظهر للوجود نتيجة التلامس اللحظي ده. يبدو أن نظرية التلامس أو الاتصال مش كافية للإجابة على سؤال التكوين الخاص. الفيلسوف الأمريكي انواجن هيناقش مجموعة تانية من التحسينات والتعديلات على نظرية التلامس في كتابه كائنات مادية Material Beings، ويرفضها كلها منطقيا. من التحسينات والتعديلات دي نظرية الربط Fastening اللي بتقول إن بعض من س ممكن يكون ص لو كان البعض من س ده في حالة ترابط، بمعنى إنهم مترابطين مع بعض بحيث إننا لو طبقنا قوى مختلفة الاتجاه والقدرة بعض من س من الممكن إنه ينفصل عن ص بدون تشويه س أو كسر س. يعني لو فاكر مثلا من مثال المكعبات، احنا شفنا إنه مش كفاية إن المكعبات دي يكونوا في حالة اتصال بس علشان يكونوا كائن جديد مركب، لكن لابد بصورة ما إن المكعبات دي تفضل مع بعض. من هنا فكرة الربط أو التثبيت ممكن تكون جذابة لحل الإشكالية دي. يا ترى فكرة الربط هتحل المشكلتين اللي قابلهم حل الاتصال؟ يبدو إن ده صحيح. في مثال القلم والترابيزة
هنقول إن مجرد وضع القلم على الترابيزة مش هيكون كائن جديد، لأنهم مش في حالة ربط أو تثبيت. وفي حالة ذرة الهيدروجين هنحل مشكلة عدم الاتصال ونقول إن في قوة ربط ما بين الإلكترون والبروتون بتثبتهم مع بعض. لكن بالرغم من إن الإجابة دي حلت المشاكل اللي فاتت، إلا إنها بتكون مشاكل جديدة. يعني مثلا في حالة القلم والترابيزة إحنا قلنا إنهم ما بيكونوش كائن جديد لأن مفيش قوة ربط ما بينهم، لكن في الحقيقة في قوة ربط. الجاذبية مثلا قوة ربط زيها زي قوة الربط اللي افترضنا إنها بتثبت الإلكترون والبروتون في كائن واحد. إذا لابد إن قوة الجاذبية مش كافية لربط القلم والترابيزة. ده رد طبيعي، وهو إن قوة الجاذبية مش كافية لإنها تكون كائن مركب جديد. يمكن تكون القوة هي العامل الأساسي اللي بيأثر إن الكائنات تكون كائن مركب جديد. لو ده صحيح، إذن لابد إن القوة ما بين الإلكترون والبروتون كافية علشان تكون الرابطة اللي بتربطهم مع بعض، على العكس من قوة الجاذبية اللي مش كافية إنها تربط القلم بالترابيزة، فما بتحسبش كقوة رابطة كافية للتكوين إنه يحصل. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ويا ترى قد إيه قوة كافية علشان تكون قوة رابطة بين شيئين لتكوين شيء مركب جديد؟ لو قوة الجاذبية مش كفاية لكن ضغط مكعبين مع بعض كفاية، إذن لابد إننا نفهم قد إيه القوة المطلوبة دي. الإشكالية هنا إننا لو حددنا مواصفات ضعيفة للقوة الرابطة بين شيئين، في الحالة دي القلم والترابيزة هيعتبروا شيء مركب. ولو حددنا مواصفات قوية، في الحالة دي في كائنات هنضطر نشيلها من النموذج الوجودي اللي بنعتقد فيه، لأن القوة الرابطة ما بتنطبقش عليها المواصفات بتاعتنا. نظرية تانية هي نظرية الالتحام cohesion، اللي بتقول إن بعض س من الممكن إنه يكون صاد لو كان في حالة التحام، بمعنى إنه مش هيكون من الممكن فصلهم عن بعض أو تحريكهم بعيد عن بعض بدون كسرهم. ونظرية تالتة هي نظرية الانصهار أو الاندماج fusion، اللي بتقول إن بعض من س من الممكن إنه يكون صاد لو كان في حالة انصهار، أي بمعنى إنهم بيتجمعوا مع بعض في حالة من الصعب فيها تمييز الحدود ما بينهم. كل دي تحسينات وتعديلات على نظرية الاتصال contact، بتحاول تلاقي طرق مختلفة لإزاي ممكن علاقات تتكون ما بين الأشياء علشان تكون شيء آخر جديد. لكن للأسف كل نظرية منهم بتعاني من أمثلة مضادة. الصعوبة اللي انت أكيد ملاحظها دي في إيجاد نظرية بتقدم إجابة شافية على سؤال التكوين الخاص دفعت فيلسوف ما وراء الطبيعة الأمريكي المعاصر نيد ماركسيون إنه يقترح في ورقته البحثية التكوين المقيد Restricted Composition إننا ناخد بجدية فكرة إن مفيش إجابة على سؤال التكوين الخاص. ماركسيون بيشوف إن من البديهي إن الواحد يلاحظ إن التكوين بيحصل في بعض الحالات لكن مش طوال الوقت، لكنه كمان بيشوف إن الواحد مش هيقدر إنه يكون إجابة صحيحة وشافية على ليه وإزاي التكوين ده بيحصل، وبالتالي النتيجة هتكون إن عملية التكوين مجرد حقيقة brute fact بتحصل بدون تفسير. الواحد ما يقدرش يقدم تفسير ميتافيزيقي ليه التكوين بيحصل في لحظة ما. وفي الحالة دي إجابة ماركسيون على إنواجن إن التكوين بيحصل وقت ما بيحصل. ما تستغربش ماركسيون هيروح أبعد من كده ويطلق على الرد ده نظرية التكوين الغاشم brutal composition، اللي مجملها إن مفيش رد صحيح شافي ومحدد على سؤال التكوين الخاص. قبل ما نحاول نقيم إن كانت نظرية ماركسيون صحيحة ولا لأ، خلينا الأول نناقش باقي النظريات المطروحة كرد على سؤال التكوين الخاص، ولو ما لقيناش أي نظريات مقنعة ساعتها هيكون عندنا سبب إننا نقبل فكرة إن التكوين مجرد قوة غاشمة بدون سبب أو تفسير. طبقا لإنواجن في تفسير ما في فكرة إن بعض من كائنات س بتتجمع مع بعضها لتكوين كائن جديد صاد، لكن التفسير ده مش المفروض إنه يتفهم عن طريق أماكن الكائنات س بالنسبة لبعضها spatial positions. أي محاولة لتقديم إجابة بتعتمد في تفسيرها على المواقع المكانية للكائنات وعلاقتها ببعضها بتقع ضحية للأمثلة المضادة. لكن بالرغم من كده إنواجن بيعتقد على الأقل في وجود كائن مادي واحد مركب، إذن لابد من وجود شيء مميز في الكائنات اللي بتكون الكائن ده بيخليها قادرة على التكوين. إنواجن بيعتقد إن اللي بيخلي وحدات بناء أساسية من الذرات
الميريولوجيكال اتومز عندها القدرة انها تكون جسمه المادي هو انها بتتشارك في عملية معقدة بتخليها قادرة على تكوين حياة بشرية. ومن هنا انواجن طرح إجابة على سؤال التكوين الخاص شاف فيها ان بعض من كائنات س من الممكن انها تكون كائن صاد فقط ان كان بعض من س تشارك في عملية تؤدي لحياة. طبعا السؤال هيكون ويا ترى ايه هي العملية اللي بتؤدي لتكوين حياة؟ انواجن هيقول ان المسألة دي تجريبية empirical، علم الأحياء وعلماء الأحياء بس هم القادرين على الفصل في الموضوع ده. انواجن بيعتبر ان الحياة بتحتوي فقط على الكائنات العضوية biological organisms اللي بتظهر خلال عملية من التصرفات والعمليات المعقدة فوق التصور لمجموعة من الكائنات العضوية. والكائنات العضوية دي بتحفظ هويتها عبر الزمن عن طريق ابتلاع كائنات عضوية أخرى والتخلص من كائنات عضوية أقدم بداخلها. أكيد أنت مستغرب جدا من نظرية انواجن. ببساطة انواجن بيقدم لنا نظرية وجودية بتقبل بوجود وحدات البناء البسيطة زي الإلكترونات وكائنات عضوية معقدة زي البشر، إنما النموذج الوجودي ده ما بيحتويش على كائنات معقدة زي الترابيزة أو الكرسي أو الكوكب أو المجموعة الشمسية. بالرغم من إن الفكرة دي تبدو متناقضة مع البديهة، إلا إن الفلسفة زيها زي العلم في كتير من الأحيان بنلاقي إن الأدلة بتوجهنا في اتجاه يبدو في البداية إنه متناقض مع البديهة، لكن مش معنى كده إن ده يكون سبب كافي لنقد النظرية، لكن لابد من استخدام كل الأساليب والحجج المنطقية لدعم أو نقد النظرية. عدمية وحدات البناء Mereological Nihilism بتعتبر واحدة من أكثر النظريات تطرفاً في الإجابة على سؤال التكوين الخاص، لكنها في نفس الوقت من أكثر النظريات اللي هتلاقي فلاسفة ما وراء الطبيعة بيدافعوا عنها في أدبيات فلسفة ما وراء الطبيعة. النظرية بتكتسب اسمها من الفلسفة العدمية Nihilism اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة القيمة الجوهرية. فيلسوف ما وراء الطبيعة اللي بيعتنق نظرية عدمية وحدات البناء غالبا ما هيجاوب على سؤال التكوين الخاص كالآتي: بعض من الكائن س من الممكن انه يكون كائن جديد صاد فقط اذا كان كل بعض س كائن واحد. بمعنى تاني، فيلسوف العدمية ما بيقولش ان التكوين ما بيحصلش خالص، لكنه بيقول ان التكوين بيحصل بس في حالة كائن بسيط بيكون نفسه بس، لكن في حالة تواجد اكتر من كائن بسيط مفيش اي شيء الكائن البسيط ده هيكونه. بصيغة تانية، كل شيء موجود عبارة عن وحدات بناء بسيطة، مفيش كائنات مركبة من كائنات تانية. بالرغم من ان الفكرة متطرفة جدا، إلا في إن أسباب وجيهة لإنها تكون فكرة جذابة لكتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة. واحد من الأسباب دي مدعوم بمبدأ شفرة Occam's razor، وهو إن نظرياتنا العلمية الأساسية هتقدم لنا تصور للعالم بيحتوي فقط على كائنات أساسية بدون أجزاء. الكائنات دي هي الكائنات البسيطة اللي النظرية العدمية بتتكلم عنها. وبما إن النظريات العلمية أفضل الطرق المتاحة حاليا لتفسير ماهية العالم من حوالينا، وباستخدام قانون شفرة أوكام المفروض ما نضيفش كائنات تانية غير اللي النظرية العلمية أثبتت وجودها. بالرغم من المعقولية الوجودية للحجة دي، إلا إن في جدليتين عادة ما بيستخدموا ضدها. الأولى قدمها انواجن في كتابه كائنات مادية سنة 1990. الجدلية بتبدأ كالآتي: 1. أنا موجود. 2. أنا مش مجرد وحدة بناء بسيطة. 3. بالتالي لابد من وجود كائن واحد مش مجرد وحدة بناء بسيطة. 4. إذن عدمية وحدات البناء فكرة خاطئة. لو فلاسفة نظرية عدمية وحدات البناء عاوزين يحافظوا على موقعهم، لابد إنهم يردوا على الحجة دي. الجدلية متسقة منطقيا، إذن لابد من طريقة لنقد معطيات الجدلية 1 أو 2. من الصعب قبول فكرة إن انواجن كائن مادي غير مركب. لو من الممكن تعريف انواجن على إنه كائن مادي، بالتأكيد هو مش كائن مادي بسيط زي الإلكترون أو الكوارك، لكنه كائن له أجزاء، ووجوده بيعتمد على التصرفات المعقدة للأجزاء المكونة له. حل للإشكالية دي إننا نعتقد في نظرية مثنوية العقل والمادة Mind Body Dualism اللي ناقشناها بالتفصيل في سلسلة فلسفة العقل. ارجع لحلقة إشكالية العقل والجسد
لو عاوز تعرف أكتر عن نظرية مثنوية العقل والمادة. طبقا للنظرية، أنا وإنت وإنواجن مش كائنات مادية بالمرة، لكننا عقول غير مادية immaterial minds أو أرواح souls. ده أسلوب ممكن نرفض فيه المعطى التاني في جدلية إنواجن، لكنه بالتأكيد مش هيكون حل مناسب لفيلسوف الطبيعة أو المادية naturalist or physicalist اللي بيعتقدوا إن العقل جزء من العالم المادي بيظهر نتيجة لعمليات معقدة بتقوم بيها المادة العضوية الفيزيائية. حل تاني إن فيلسوف العدمية يعمل زي ما إنواجن نفسه عمل ويرفض المعطى الأول من جدليته ويشوف إن إنواجن مالوش وجود زي ما إنواجن عمل مع الترابيزة والكرسي قبل كده. فيلسوف العدمية في الحالة دي ممكن يقول إن طالما إن إنواجن مالوش وجود، إذن من الصحيح الادعاء إنه يوجد بعض الكائنات البسيطة اللي بتكون إنواجن. وبالشكل ده العدميين من الممكن إنهم يستخدموا طريقة إعادة الصياغة علشان يلتزموا وجوديا بس بالكائنات البسيطة الغير مركبة. الجدال مازال دائر لحد النهاردة حوالين النقطة دي. المجال هنا مش كافي للدخول في تفاصيل الجدل ده. على أي حال، الجدلية التانية اللي بعض الفلاسفة بيشوفوا إنها سبب كافي لإنكار نظرية عدمية وحدات البناء بتعتمد على فكرة إن كل المعرفة اللي عندنا من الجايز إن مفيش مستوى نهائي أو أخير للمعرفة. في نهاية المطاف، إزاي من الممكن نتأكد من حقيقة وجود كائنات بسيطة كوحدات بناء لباقي الكائنات؟ لو رجعنا مثلا للنظريات الفيزيائية المتاحة علينا النهاردة، من الممكن إننا نقول إن الإلكترونات والكوارك هي وحدات البناء البسيطة لأن ملهمش أي أجزاء مكونة. لكن خلال تاريخ الفيزياء الطبيعية حصل أكتر من مرة إن العلماء اعتقدوا إنهم وصلوا للكائنات المادية البسيطة المكونة لكل الكائنات التانية، وبعدين اكتشفوا إن في تركيبات وكائنات أخرى أصغر بتتكون منها الكائنات دي. يعني مثلا تقليديا كلمة ذرة atom كانت بتطلق على الشيء اللي لا يمكن شطره أو كسره. في بداية القرن ال19 الفيزيائي جون دالتون أطلق كلمة ذرة على الكائنات اللي اعتقد إنها وحدات بناء أساسية غير قابلة للانقسام، ومن ساعتها والاسم مازال موجود. لكننا دلوقتي عارفين إن الكائنات اللي بنطلق عليها ذرات مش كائنات بسيطة على الإطلاق ومركبة من كائنات أكثر بساطة. إيه اللي يخلينا دلوقتي نصدق إن الكائنات اللي بنعتقد النهاردة إنها وحدات البناء الأساسية هي كمان مش مكونة من كائنات أبسط منها؟ المشكلة اللي بتواجهها نظرية عدمية وحدات البناء هو إن لو مفيش فعلا كائنات بسيطة بتعمل كوحدات بناء لكل الكائنات التانية وكل شيء معقد ومركب، إذن طبقا لنظرية العدمية مفيش وجود لأي كائن مركب، إذن مفيش وجود لأي شيء. إحنا ممكن نجادل إن في إلكترونات وكوارك بس، ولا في وجود كمان للكراسي والبشر، إنما بالتأكيد في وجود لكائنات مادية ما. لكن يبدو إن في احتمال لو العدمية نظرية صحيحة، الفرضية دي من الممكن إنها تكون خاطئة. نفس المنطق من الممكن تطبيقه على نظرية إنواجن. لو فعلا كان صحيح إن مفيش وجود لوحدات البناء البسيطة ومفيش وجود إلا للكائنات الحية، بالتالي مش هيكون في وجود للإلكترونات، الكوارك، الترابيزات، البيوت، الكراسي إلى آخره. الكائنات المادية اللي هيكون ليها وجود هي الكائنات الحية بس. وبما إننا عارفين إن السيناريو ده خاطئ، وفي نفس الوقت مش عارفين إن كانت المادة منقسمة بلا نهاية infinitely divisible ولا لأ، إذن لابد إننا نستنتج إن نظرية إنواجن خاطئة هي كمان. كونية وحدات البناء Mereological Universalism. النظرية الأخيرة اللي هنناقشها بتعتبر واحدة من أشهر الإجابات على سؤال التكوين الخاص. النظرية بتقول إن بعض من س من الممكن إنه يكون كائن جديد صاد فقط إن كان بعض س مستقل أو منفصل disjoint. علشان نقدر نقول إن بعض س مستقل أو منفصل لابد إنهم يكونوا غير متقاطعين مكانيا not spatially overlap، بمعنى إن مواقعهم المكانية مستقلة تماما. الرؤية دي دافع عنها بقوة الفيلسوف الأمريكي ديفيد لويس في كتابه عن تعدد العوالم On Plurality of Worlds سنة 1986. لويس جادل إن التكوين من وحدات البناء كوني وغير محدود بالمواقع المكانية. طالما في أشياء، إذن لابد إن في شيء آخر مكون من الأشياء دي حتى وإن كانوا مستقلين مكانيا تماما.
إذا جدلية لويس مبنية على فكرة طالما إن الأشياء غير متقاطعة في المواقع المكانية إذا لابد إنها بتكون كائنات أخرى. ماركس يونغ جادل إن الرؤية دي متطرفة جدا ولابد إننا نرفضها لأنها بتتناقض مع معتقداتنا وأفكارنا البديهية عن إمتى التكوين بيحصل في الواقع. لو رجعنا لمثالنا اللي بدأنا بيه الحلقة، مفيش وجود لكائن البرغ كلب اللي بيعبر عن مجموعة البراغيث اللي فوق ظهر الكلب، أو مفيش كائن بيعبر عن ذرات إيدي وإيدك لما بنسلم على بعض. فلسفة نظرية كونية وحدات البناء Mereological Universalists هيرفضوا النقد ده ويقولوا إننا المفروض ما نعتمدش بقوة على الحدث أو البديهة Intuitions في فهم التكوين وإزاي بيحصل. المفروض ما نخليش حدثنا يقود منطقنا عن إيه اللي له وجود وإيه اللي ملوش وجود، خصوصا إن ما عندناش أي سبب يخلينا نصدق إن حدثنا وبديهيتنا هتقودنا للحقيقة. هل حدثنا أو بديهيتنا قادتنا لقوانين ميكانيكا الكم العجيبة Quantum Mechanics أو نظرية النسبية العامة General Relativity أو أي من النظريات العلمية المؤكدة اللي نعرفها النهاردة؟ لكن عشان نكون منصفين لابد إننا نقول هنا إن بالرغم من إن استخدام الحدس أو البديهة بشكل عام طريقة غير موثوق بصحتها للوصول لحقيقة الموجودات، إلا إن في الحالة دي بالتحديد الأمر مختلف. اللي أنصار نظرية كونية وحدات البناء بيطلبوا مننا إننا نصدقوا إن التكوين بيحصل طول الوقت ما بين كل شيء بغض النظر عن الأشياء نفسها. الجدال كله أصلا بدأ بمحاولة فهم إمتى التكوين بيحصل بين الأشياء. إذن السؤال نفسه بيقترح إن التكوين ما بيحصلش في بعض الأحيان، لكن الإجابة دي بتفرض علينا إننا نعتقد إن التكوين بيحصل طوال الوقت. لكن يعني إيه التكوين بيحصل طوال الوقت طالما كان في وجود للأشياء؟ هل من الممكن إننا نستوعب الادعاء ده؟ مش معنى كده إننا أصبحنا مضطرين للتنازل عن مفهومنا التقليدي لفكرة التكوين؟ ولو دي فعلا حقيقة، هل ساعتها نظرية كونية وحدات البناء بتعتبر إجابة على سؤال التكوين الخاص ولا موضوع جديد بالمرة؟ بالإضافة للتضارب مع حدثنا وبديهيتنا، نظرية كونية وحدات البناء بتؤدي لنموذج وجودي ضخم. في الغالب النموذج الوجودي المبني على نظرية كونية وحدات البناء أكبر من أي نظرية اتكلمنا عنها لحد دلوقتي بتناقش طبيعة الكائنات المادية. لكن بالرغم من كل ده مازال في جدلية واحدة في صالح النظرية بتخلي كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة يعتنقوا النظرية دي. الجدلية بتعتمد على فرضية، وهي إن لو الواحد ما أقرش إن التكوين بيحصل طوال الوقت، إذن هيكون مضطر إنه يعترف بوجود حالات فيها حدوث التكوين من عدمه أمر غامض vague. لكن لو كان في غموض في بعض الحالات إن كان التكوين بيحصل ولا لأ، إذن لابد إن في غموض في تحديد عدد الكائنات اللي ليها وجود في الواقع. كل مرة بنفكر في حالة بيحصل فيها تكوين ما بين بعض من س لتكوين كائن صاد، الكائن الجديد صاد بيعتبر موجود إضافي في النموذج الوجودي اللي بنعتقد فيه. لكن لو في غموض في تحديد إمتى التكوين بيحصل في بعض الحالات، إذن في غموض في تحديد عدد الكائنات اللي ليها وجود في النموذج الوجودي بتاعنا. عارف إيه اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ أكيد بتقول لنفسك دلوقتي إيه اللي يخلي أي واحد معتدل في إجابته على سؤال التكوين الخاص، بمعنى إنه ما بيعتنقش نظرية كونية وحدات البناء أو نظرية عدمية وحدات البناء، إنه يعترف بوجود حالات فيها غموض إن كان التكوين بيحصل ولا لأ. السبب هو إن كل نظرية معتدلة مقترحة لحد النهاردة على سؤال التكوين الخاص بتستخدم فكرة أو مبدأ غامض، سواء نظرية الاتصال contact، نظرية الربط fastening، نظرية الانصهار أو الاندماج fusion، نظرية الالتحام cohesion. كلها مبادئ أو أفكار غامضة، وطالما إن المبدأ أو الفكرة غامضة من الممكن إننا نفكر في أمثلة أو حالات الكائن المكون ما بينطبقش عليه مبدأ التكوين المعتدل. يعني على سبيل المثال لو أخدت نظرية الربط fastening اللي بتقول إن بعض من س ممكن يكون صاد لو كان البعض من س في حالة ترابط، بمعنى إنهم مترابطين مع بعض بحيث إننا لو طبقنا قوى مختلفة الاتجاه والقدرة، بعض من س من الممكن إنه ينفصل عن صاد بدون تشويه س أو كسرها. السؤال مين اللي يحدد العدد الكافي من س إنه ينفصل عن صاد بدون تشويه أو كسر، وعلى أساس إيه؟ لو رجعت كل نظريات التكوين المعتدلة اللي ناقشناها هتلاقي فيها ثغرات من نفس النوع اللي بيؤدي للغموض. انواجن وصل في بحثه الوجودي
لأن فكرة الحياة نفسها فكرة غامضة، لأن في بعض الحالات اللي بيكون من الصعب فيها تحديد إن كان بعض الكائنات العضوية س بتكون حياة ولا لأ بشكل موضوعي. يعني مثلا المراحل الأولى في عملية تكوين الجنين، يا ترى عند أي نقطة من تكوين الجنين بتبدأ الحياة؟ الغموض ده هو اللي بيخلي كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة يتشككوا في كل النظريات أو الإجابات المعتدلة على سؤال التكوين الخاص، باستثناء النظريات المتطرفة زي عدمية وحدات البناء أو كونية وحدات البناء أو حتى نظرية التكوين الهمجي. الغموض بيصبح عرض جانبي. النظريات المتطرفة هي بس اللي بتلغي الغموض تماما من الصورة، إما إن التكوين ما بيحصلش على الإطلاق، أو بيحصل طوال الوقت بين كل الأشياء، أو إنه مجرد حقيقة همجية في الواقع بدون أي تفسير. الغموض vagueness. الفيلسوف الأمريكي ديفيد لويس كان أول ما نستخدم فكرة الغموض علشان يوضح المشكلة الموجودة في الإجابات المعتدلة على سؤال التكوين الخاص. بالتأكيد كلنا متفقين إن في مفاهيم ومبادئ كتيرة بعيدة عن الطريقة اللي بنشوف بيها الواقع المحيط بينا، والكلمات اللي بتشكل الجمل اللغوية بتاعتنا بيعتريها الغموض أحيانا. اللي لويس كان مصر عليه هو إن الغموض ظاهرة لغوية كجزء من اللغة اللي بنستخدمها، أو فكرية في الطريقة اللي بنشوف بيها العالم، لكن الغموض مالوش وجود في الواقع المحيط بينا. لويس ما كانش عنده مشكلة مع فكرة الغموض اللغوي linguistic vagueness اللي بينتج عن الحيرة الدلالية semantic indecision، بمعنى تاني مفيش حقائق تدعم بدقة الكلمات والمصطلحات اللي بتعبر عنها. لكن لويس اعترض بشدة على فكرة الغموض الميتافيزيقي metaphysical vagueness اللي بينتج عن ان الواقع نفسه ما يكونش موضوعي objective، بمعنى ان في غموض حقيقي في الواقع نفسه، في ايه اللي له وجود وايه هي الخواص اللي بتميز الكائنات الموجودة. او زي ما لويس قال، الغموض مجرد حيرة دلالية vagueness is semantic indecision. طبقا لمعظم الميتافيزيقيين والفلاسفة، الغموض الميتافيزيقي ملوش وجود في الواقع. مش بس كده، لكنه غير منطقي unintelligible. ازاي هيكون في معنى للجمل اللي بنستخدمها كل يوم إن كانت الأشياء اللي بنعبر عنها في الجمل دي احتمال يكون ليها وجود واحتمال لأ؟ رؤية تانية لفهم الغموض بشكل متسق مع فكرة الغموض الميتافيزيقي، لكنها ما بتشوفش الغموض ده ناتج عن الحيرة الدلالية للمعاني، رؤية بيطلق عليها الجهل المعرفي epistesism. الرؤية اللي بتشوف إن الغموض نفسه مجرد حالة جهل، عدم التحديد مش موجود في الواقع ولا في كلماتنا، لكنه موجود في جهلنا في إيه اللي الكلمات بتاعتنا بتعبر عنه. طبقا لنظرية الجهل المعرفي، كل كلماتنا محدد إيه اللي مقصود بيها، سلوكنا اللغوي ومواقفنا محددة، مثلا في اللي نقصده بكلمة الحياة أو العالم إلى آخره. لكن في بعض الحقائق عن العالم مجهولة بالنسبة لنا. لو طبقنا نظرية الجهل المعرفي على التكوين، هنقدر نقول إننا ما نقدرش نعرف في كل حالة بالظبط إن كان التكوين بيحصل ولا لأ. مش معناه إن في غموض فعلا إن كان التكوين بيحصل ولا لأ، لكن معناه إن الحقائق عن التكوين مجهولة بالنسبة لنا. في الحالات الواضحة معرفتنا بتساعدنا على إننا نشوف التكوين بيحصل، لكن في الحالات الغامضة أو الصعبة بيكون من الصعب علينا تحديد إن كان التكوين بيحصل ولا لأ، لأن عندنا جهل معرفي. أيا كان سبب الغموض، سواء كان حيرة دلالية أو جهل معرفي، إلا إن كتير من الفلاسفة بيشوفوا إنه ظاهرة متعلقة بعلاقتنا كبشر بالعالم، لكنها مش جزء من العالم نفسه بشكل مستقل عنا. وبالتالي لو عندك إشكالية في استيعاب إزاي ممكن يكون في غموض في العالم، إما إنك تحاول تحسن من تركيب الإجابات المعتدلة لسؤال التكوين الخاص وتحاول التخلص من الغموض فيها، أو إنك تقبل واحدة من الإجابات المتطرفة زي عدمية وحدات البناء، كونية وحدات البناء، أو أسوأهم نظرية همجية التكوين. بالرغم من إننا شفنا نظريات وجدليات عجيبة في محاولة الإجابة على سؤال التكوين الخاص، إلا إني محاولتش أقنعك باعتناق نظرية محددة. ده بالتحديد لأن كل النظريات اللي بتحاول الإجابة على سؤال التكوين الخاص فيها قصور ما. دلوقتي بعد ما تعرضنا لمعظم النظريات المطروحة كإجابة على سؤال التكوين الخاص، هنرجع نناقش الإشكاليات الوجودية اللي تعرضنا لها في أول الحلقة. في ضوء النظريات الميتافيزيقية دي، إنواجن دافع عن إجابته على سؤال التكوين الخاص
بالإشارة لأنها بتديله خروج سهل من الإشكاليات الوجودية للتكوين المادي، سواء كانت الإشكاليات اللي بتناقش فكرة الديمومة أو الاستمرارية عبر الزمن زي إشكالية سفينة سيسيس، أو الإشكاليات اللي بتناقش فكرة تكوين الأشياء المادية زي إشكالية تمثال الصلصال. انواجن هيقول ببساطة طبقا لإجابته على سؤال التكوين الخاص إن مفيش إشكالية على الإطلاق، لأن الكائنات دي ملهاش أي وجود. مفيش وجود لسفينة سيسيس، مفيش تمثال، ومفيش كتلة صلصال. كمان فيلسوف عدمية وحدات البناء هيقدم تفسير مشابه، لأن مفيش وجود لأي شيء مركب. لكن لما الإشكالية هتتعلق بشيء مختلف عن الجماد، مثلا كتلة الكائنات العضوية اللي بتكون جسمك، وإشكالية الكثير اللي اتكونت في إطار كائن الإنسان، انواجن لابد إنه يرد بشكل مختلف، لأنه بيعتقد في وجود نوع واحد فقط من الكائنات المركبة، وهي الكائنات الحية. أما فيلسوف العدمية ما زال هيعتقد في نفس الإجابة بإن مفيش وجود لأي من الكائنات دي. انواجن هيشوف إن الإشكاليات ليها وجود لأن الفرد اعتقد في وجود كونية وحدات البناء. يعني مثلا في حالة إشكالية الكثير، الإشكالية ظهرت لأننا بدأنا في الاعتقاد إن في مجموعات من الذرات س ناقص 1 س ناقص 2 إلى آخره. لكن بما إن انواجن بينكر وجود مجموعات الذرات دي، بالتالي يقدر ينكر وجود مجموعة من البني آدمين في نفس المكان في نفس الوقت. مفيش وجود إلا المجموعة واحدة من الذرات بتكون مع بعضها حياة. بالنسبة لإنواجن فكرة الشيء الحي ممكن تكون غامضة غير محددة بدقة، لكن مش معنى كده إن في أكتر من إنسان في نفس المكان في نفس الوقت. بالنسبة لإشكالية تمثال الصلصال، انواجن هيشوف تاني إن الحل اللي بيقدمه له ميزة عن نظرية كونية وحدات البناء. احنا قلنا ان التمثال وكتلة الصلصال ليهم خواص زمنية وشرطية مختلفة، في حين ان كتلة الصلصال كان لها وجود وقت الظهر، التمثال ما كانش له وجود. التمثال مش من الممكن انه ينجو من عملية السحق والفعص، اما كتلة الصلصال من الممكن انها تنجو. اذا طبقا لقانون ليبنز استنتجنا ان كتلة الصلصال والتمثال لابد انهم يكونوا كائنين مستقلين. لو طبقنا نفس الفكرة على الانسان وكتلة الكائنات العضوية اللي بتكونه، هنقدر نقول إن الكائنات العضوية كان ليها وجود من ملايين السنين، أما البشر مش بالضرورة كان ليهم وجود. المادة العضوية من الممكن إنها تنجو من عملية السحق والفعص، البشر مش من الممكن إنهم ينجوا من العملية دي. وبالتالي بتطبيق قانون ليبنز هنستنتج إن في وجود لكائنين، الكائن البشري والكتلة العضوية اللي بتكون جسمه. انواجن هينكر تماما وجود أي كتلة عضوية بخواص زمنية وشرطية. المادة العضوية اللي بتكونك ملهاش وجود قبل ما تتولد مثلا، إلا إذا كانت المادة العضوية اللي بتكونك دلوقتي قبل كده كانت بتكون عضو أو كائن تاني. طبقا لرؤية انواجن مفيش وجود لأي كائنات مادية مركبة غير حية، إذا مفيش وجود لكتلة المادة العضوية اللي بتكونك. كل لحظة بنتفاعل فيها مع العالم المادي بنحتك بمجموعة كبيرة من الكائنات المادية، بني آدمين، حيوانات، طيور، نباتات، جماد إلى آخره. الكائنات المادية دي يبدو إنها بسيطة ومن السهل استيعاب ماهيتها مقارنة بالكائنات المجردة زي الأرقام، النظريات، الخواص أو اللحظات الزمنية. لكن في الواقع الدراسة المتأنية للكائنات المادية هتقودنا لنتيجة مخيفة، وهي إن الإشكالية في طبيعتها على نفس درجة الكائنات المجردة إن ما كانتش أكثر تعقيدا. والنظريات المطروحة لمحاولة فهم ماهية الكائنات المادية بتفتح الباب لنماذج وجودية عجيبة، أحيانا مفيش فيها وجود لأي شيء مادي على الإطلاق، وأحيانا فيها وجود لكل شيء مادي من الممكن تخيله أو تصوره. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الفيلم الأمريكي القناع The Mask اللي قدمه الممثل الكوميدي الأمريكي المشهور جيم كاري سنة 1994، متاخد عن سلسلة من القصص المصورة اللي حملت نفس الاسم. الفيلم كان من أنجح الأفلام في السنة اللي اتعرض فيها، وحط جيم كاري في مصاف أفضل الكوميديانات في عصره. من خلال الفيلم حاولت أرسم لك صورة كرتونية للإشكاليات اللي بتنتج عن الإجابات المتطرفة على سؤال التكوين الخاص أو طبيعة الكائنات المادية. لو فعلا كونية وحدات البناء نظرية صحيحة وليها جذور في الواقع، من الممكن ساعتها تصور واقع خيالي
فيه وجود لكائن زي القناع، مفيش حاجة بتفصل تكوينه عن باقي الكائنات المحيطة، يقدر يتشكل ويتصور على أي صورة أو شكل هو عاوزه. أو لو عدمية وحدات البناء هي النظرية الصحيحة، الواقع هيكون سريالي، مفيش فيه أي تكوين أو تركيب حقيقي، لأن كل التكوينات والتركيبات ملهاش وجود ميتافيزيقي. كل شيء جايز وممكن، لأنه كل جزء من وهم وملوش وجود في الواقع المجرد. أو يمكن تكون الكارثة أكبر من كده، لأن همجية التكوين هي النظرية الصحيحة، وما عندناش أي سبب أو طريقة نفسر بيها ليه وإمتى التكوين بيحصل في الواقع، وساعتها مش هيكون عندنا حجة مقنعة نقدر نقول بيها إن القناع مجرد كائن خيالي مستحيل الوجود. ودلوقتي ارفع ايدك، بص لكفك، اتأمل حدود جلدك اللي بتلامس فيها ذرات الهواء. يا ترى ايه اللي بيخلي الذرات تتجمع وتكون جسمك؟ وايه اللي مخليك متأكد ان حدود ذرات جسمك بتنتهي عند اطراف جلدك؟ مش جايز في اجزاء على حدود جسمك خارج نطاق رؤيتك لكنها ما زالت جزء من تكوينك؟ ويا ترى ايه اللي مخليك متأكد من استقلالية وجودك؟ مش جايز تكون مجرد جزء من كائن تاني اكبر منك؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون مسافر في الزمن، مغامر في رحلة استكشاف. أفعالك في الماضي هتأثر على المستقبل، في لحظة وجودية أصبح فيها كيانك نفسه في خطر. عن الزمن، نظرية ألف للأحداث، نظرية ب للأحداث، طبيعة الماضي، العلاقات العابرة للزمن، والنظرية النسبية. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.